هذا الفيديو موجه لسعادة وزير الصحة أو وزارة الصحة بشكل عام بخصوص مرضى السرطان وأصحاب الأمراض المناعية شافاهم الله وعافاهم. هي الأمراض معظمكم بيعرف إنه علاجاتها مكلفة جدا، لدرجة إنه في بعض الأمراض المناعية يعني لا يصاب فيها إلا واحد بالمئة ألف. فبالتالي شركات الأدوية تصرف أبحاث كتير فبتغلي سعر الدواء، فبالتالي الفرد يصعب عليه شراؤه إلا إذا كان ميسور الحال، وهذا ليس حال معظم السوريين. ابتلاهم الله بعضهم بهذه الأمراض، كمثال مثلا التصلب الجانبي الضموري، مرض التصلب اللويحي العصبي، وكذلك الجرعات المناعية لمرضى السرطان بعد ما يخلصوا مرحلة العلاج الكيميائي، اللي هي بيبقى عندهم أورام يعني محجمة بمكان ما، لكن إذا انقطعوا عن الدواء المناعي قد يعود المرض بالانتشار. وتفاصيل أخرى، لست طبيب لكن بناء على المعلومات اللي جمعتها. للأسف للآن لم يتم توفير هي الأدوية من قبل الحكومة للمرضى، ويتم طلب شرائها من قبل المرضى. تحدثت مع بعض المرضى، في أدوية $500 بالشهر، في أدوية أكثر من $1000، في أدوية ب3000 دولار. وأكيد هيك أمراض الدولة عادةً يعني بكل الدول اللي عشنا فيها لاحظنا إنه هي وزارة الصحة أو الحكومة هي اللي بتوفرها للمرضى. الله يعطيهم العافية بوزارة الصحة عم يشتغلوا، لكن القطاع الصحي كان مدمر تمامًا ولسه في شغل. والدكتور مصعب العلي ما شاء الله عليه ما عم يقصر. أنا للأمانة أرسلت رسالة للدكتور مصعب العلي عن طريق صديق، لكن مشغول مضغوط ما قدر يرد، فقلت لازم أحكي أي شخص مسؤول بوزارة الصحة ياخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، لأن حرفيًا الناس منهكة. في منهم كانوا بدول الاغتراب عم يتعالجوا للأمانة، مثل تركيا كانت عم تعطيهم هي الأدوية، لمّا رجعوا على سوريا يعني لقوا صعوبة، مرقوا أول شهر، الثاني، الثالث فلسوا. فأرجو من الحكومة إنه تاخذ بعين الاعتبار هذا الأمر. هدول المرضى حياتهم معاناة، بحاجة إنه نحن نوفّر عليهم هي التكاليف، لأن غالب الناس ما هي قادرة. أنا متأكد إنه هذا الكلام سوف يؤخذ بعين الاعتبار، وأنا متأكد أساسًا الحكومة حاطة بخطتها هذا الموضوع، لا يمكن تكون نايمة عنه، لكن من باب التنشيط والتذكير، لأنه فعلًا في حالات بتبكي. وما بدنا نفضح خصوصيات المرضى، لكن اللي سمعته يعني حالات بتبكي، يعني مريض ممكن يموت بأي لحظة ويعمل لك ما معي حق الدوا. تحياتي لإلكم.